رجعنا لكم مشاهدين في مطبخ صباح الوطن، لكن اليوم راح يكون مطبخنا غير لذيذ ورشيق، فقرة جديدة نبدأها اليوم خاصة التوعية الغذائية، ومن خلالها أكيد راح نوضح طرق مختلفة لطهي الطعام بأسلوب صحي. اليوم راح نتعرف إذا كان بإمكاننا أكل الباستا وبعض الأكلات بطريقة صحية. معنا طبعا من لينا ودينا دكتورة ليلى، صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله تمام، بس احب انوه المشاهدين بان راح تكون ايضا في كل يوم راح يكون عندنا من لينا ودينا معلومه صحيه ممكن تستفيدون منها. ايضا نصبح على الشيف طارق، صباح الخير. صباح الخير. دكتوره، بدايه شلون ممكن احنا نحضر الطعام وخصوصا الباستا بطريقه صحيه وتكون خفيفه على المعده؟ هلا دائما لما نفكروا انه انت الواحد عم يعمل دايت ما بيقدر ياكل باستا او اي نوع او انواع ثانيه من المأكولات، فهلا نحن حنعلمكم بطريقتنا الخاصه بمركز ديناز اند ديناز كيف نحضر الباستا بطريقه صحيه وتكون هي خفيفه كثير. ممكن نسلقها، بنضيف لها زيوت بتخفف من الكالوريز فيها. هلا شيف طارق ان شاء الله بيشرحها اكثر وبتشوفي على شيف. بس لو احنا ودنا انك تطبخ واحنا اثناء وانت قاعد تحضر الطعام احنا راح نتكلم ان شاء الله. ما في مشكله. اول شيء رح بلش بالباستا. اوكي. رح تكون مكونه من كريمي صوص، باستا بريمافيرا. اي. مكونه مع لايت كريمي صوص وفيجيتابل توميتو صوص كمان حنحط مشان يخفف الكالوريز. توميتو صوص. انا بحط لها فريش توميتو افضل. افضل فريش توميتو كرمال ما يكون فيها كثير توميتو صوص، بيجي فيها شوي اكثر كالوريز، فالفريش احسن بيكون. اي. حنشوف. حنبلش نحن اول شيء. حنبلش نحط اول شيء حنعمل سوتيه خضار بزيت الزيتون كرمال وما نخلي يعني قدر سوري بدي ما اقطع من حديثك، قدر ملعقتين صغار من زيت الزيتون. اي. اوكي. حنعمل السوتيه فيجيتابلز على البارد، ما بدنا نحن زيت الزيتون انه يحترق، لانه اذا احترق زيت الزيتون بيتاكسد. اي. وبيعطي شيء بسمى اسمه فري راديكلز، وهذا اللي نحن ما بنحب انه يكون عم ناخذ فري راديكلز نحن عم ناكل اكل. فدائما زيت الزيتون طريقه الطبخ تاعه بده يكون على البارد. اوكي. الخضره انا رح احطها هي الكوسه، زوكيني، والكاروت، والبروكولي، والبصل. طبعا في ناس يمكن ما يحبون ياكلون كميه بسيطه، يعني ما يشبعون، فدائما يحبون ياكلون كميات كبيره. فالحين بالطريقه هذه اذا كانت صحيه ممكن ناكل يعني نقول نكبر اللقمه، يعني صح شويه يكون. هلا مثل ما شفتي انت انه يمكن كميه الخضار حتكون اكثر من الباستا اللي حياكلوها، هيك بتعطي فوليوم للوجبه، بتكوني عم تاخذي اكثر خضار وصحيه واقل باستا نحن حطينا الكميه تقريبا قدر 100 جرام. هذا اللي المفروض واحد ياخذه على وجبه الغداء، 100 جرام من الباستا. وقد ما بدك خضره ممكن تضيفي، حتى لو حطيتي كيلو مشروم، حتى لو حطيتي كيلو بروكلي ما بيأثر، بس مهم انه كميه الباستا تكوني متحكمه فيها قدر 100 جرام مش اكثر من هيك. ايه. في باستا معينه ممكن نستخدمها ولا اي نوع مع لا الطريقه هذه؟ اي نوع باستا فيكي، بس نحن بنحط استعملنا اليوم بني، فينا ناخذها بني تكون براون باستا كمان اذا موجوده بالسوبر ماركت، اللي هي تكون افضل يعني. ايه تكون افضل لانه بتحتوي على الياف اكثر. بتكون هاي ان فايبر وبتكون صحيه اكثر من الوايت باستا. بس نحن ناطرين اليوم ما قدرنا الا جبنا وايت باستا، ما لقينا بالسوق بني براون باستا. هذه مو مشكله الطريقه بس. تفضل. ممكن نستعمل اي نوع باستا. فحسب الناس شو بتحب، اي نوع باستا ممكن نستعملها مع البريمافيرا يعني. لا الملعقتين زيت الزيتون اللي حطيناهم تقريبا يعني عم نحكي على كل ملعقه فيها من 10 ل 13 جرام. اذا بدنا نترجمها لكالوريز بيكون تقريبا عم ناخذ من الملعقه زيت الزيتون 119 كالوريز. زين، الحين دائما نقول ان زيت الزيتون مفيد وصحي حق الجسم. نعم. فممكن انا ازيد كميه زيت الزيتون دام انه هو يعني هلا اكيد هو صحي، وصحي اكثر من غير زيت عادي مثل زيت الذره او زيت عباد الشمس او زيت النخيل، بس لانه بيحتوي على سعرات حراريه قدر نفس الشيء مثله مثل زيت الذره، لهيك لازم يكون الاستعمال تاعه كمان بكميات معينه، يعني بالنهار ما يتعدى استعمال زيت الزيتون اكثر من ملعقتين لملعقه كبيره زيت زيتون بالنهار. اوكي. فيها كالوريز. اذا عم تحكي انت على ملعقه صغيره 119 كالوري، اذا اخذتي ملعقتين يعني حتصيري 240 كالوري بس من زيت الزيتون. فما معقول انك لانه صحي حتزيدي منه، لا كمان في هاد الحسابات هني لازم بقول لك كالكوليتر وقاعده عم تسجلي كثر كليت انا وكذي، بس يمكن الهدف منها توضيح، يعني قاعد توضحين حق المشاهدين احنا
راح نقدر نحسبها بهالطريقه هذه. لا بس بدك انت تاخذيها مثلا على سمول سكيل. صح. اذا ملعقه زيتون 119 كالوري فمسمح لي انا ملعقتين بالنهار. شايفه الحين وين وصلنا؟ يلا انا بس ناطر شوي لتتقلى الخضره لاضيف عليها الصوص وارجع احط عليها الباستا. الباستا انت راح تسلقها اول شيء قبل لا تحط الباستا تقريبا تاخذ 7 دقائق، من 6 دقائق ل 8 دقائق بتاخذ سلق مع زيت زيتون. اوكي بنرجع بنشيلها بنصفيها. انا اوريدي يعني سلقتها جهزتها. اوكي بنصفيها من المي، بنحط لها شويه زيت زيتون عشان ما تتعجن على بعضها. انا بس كنت حابه احكي شوي عن البروكولي اللي مستعملينه نحن اليوم. البروكولي هو من افود انواع الخضار الموجوده بالطبيعه. وصديق المرأة دائما يسمونه. اي مضبوط، لانه اول شيء بيحتوي على فيتامين سي، وبيحتوي كمان على فيتامين اي، وبيحتوي على فوليك اسيد، وشوي فيه كالسيوم. هلا الكالسيوم اللي فيه مش مثل اكيد اللي بتاخذيه من الحليب، لكن في نسبه كالسيوم منيحه، يعني بتكفيك اذا اخذتي شي كوب من البروكلي كل يوم على السلطه او بالاكل، بدك تاخذيهم تقريبا يوميا، او اذا فيك يوم ايه يوم لا. هيدي خضره كثير مفيده للجسم، وبتحارب مثل ما بيقولوا الكانسر، وفي كمان تاكسد الخلايا بالجسم. دكتوره طبعا ما راح يكون فيها اي بهارات صح؟ لا، لانه البهارات يعني هي حتكون موجوده بالتوميتو صوص. اوكي، يعني ما راح نضيف احنا مثلا فلفل اسود ولا لا ما هو الاكل الصحي كمان بده يكون فيه ما كثير فيه بهارات، لانه بده يكون اكل صحي، انه على المعده يكون خفيف وما تحسي بهالحرقان بعد التوميتو صوص او البهارات اللي حتاكليها. يمكن هذه اسباب وايد اللي يعانون منها الناس، اللي تحس بالحرقان بعد ما تاكل شيء فيه صوص. اي لانك عم تاخذي التوميتو صوص اللي فيها هي هاي اسيد، وكمان في بهارات عم تزيد يعني من مشكله الحرقان. الحين زين بعد ما تخلص راح نحط بس الباستا وراح نخليها شوي تطبخ، يعني ما راح تاخذ وقت وايد. ما راح تاخذ، اوريدي جاهزه. في شيء ثاني راح تسوي لنا اياه اللي هو طبعا الفروت سالاد صح؟ فروت سالاد، عندنا سيزر سالاد كمان. حنعمل لكم سيزر سالاد بس على طريقه اللايت تكون صحيه. نحن هدول كل الوجبات بنقدمهم عندنا بمركز ليناز اند ديناز دايت سنتر. السيزر سالاد العالم هن بخافوا ياكلوا منها لانها بتحتوي على الدريسنج تاعها اللي فيه كالوريز. حنعمل لكم دريسنج تاع السيزر بس يكون بطريقه خفيفه ولايت، يعني تقريبا 50% دسم اقل. خلاص عيل دكتوره، احنا الحين ان شاء الله راح نرجع، بس نبي نشوف مقادير الباستا، نشوف المقادير ونرجع لكم. اوكي. طيب دكتورة، الحين تقريبا الخضرة شوية انطبخت. أنا اللي أعرفه من معلوماتي أن الخضرة لازم ما تنطبخ وايد لأن تروح قيمتها الغذائية. مزبوط، يعني نحن هلا حنطبخها بطريقة السوتيه يلي هو بس انك يا دوب تدبل بس تدبلي الخضرة وتحطيها مثلا هيك شوي مع زيت زيتون وعلى السريع شي دقيقتين 3، لأنه إذا طولت كثير حتفقد قيمتها الغذائية والفيتامينز الموجودة فيها. انزين فيها كريمة، وعادة معروف عن الكريمة بأنها دسمة، شنو نوع الكريمة اللي راح تسوون؟ الكريمة اللي حستعملها أنا لايت. اوكي، وبي يعني في جرام محدد للي عامل مثلا دايت، في جرام محدد له، ما في ياكل قد ما بده. يعني حنعطي هلا بالوجبة تاعتنا من 20 ل 30 جرام كريمة دايت. يعني ما راح نحط وايد أصلا. لا ما حنحط كثير. اوكي، هلا الخضرة اوريدي استوت، بس نحط الباستا. اضيف عليها انا 150 جرام باستا. بس طبعا للناس اللي عاملين دايت فيهم ياخذوا بس 100 جرام باستا. يعني اقل بعد. اقل. انزين الواحد لما يسوي دايت اكيد يحس يجوع، يعني يحس بالجوع اكثر،
شلون ممكن انا اقسم الوجبات وبنفس الوقت انه ما يحس بالجوع عشان ما ياكل كثير؟ هلا طبعا لما يكون الانسان عم يعمل دايت بيكون عم ياخذ كميه اقل من اللي كان يستهلكها قبل هيدا. فتفاديا للاحساس بالجوع نحن بنقسم الوجبات لثلاث وجبات رئيسيه، بتكون الفطور وغدا وعشاء، وعندك وجبتين سناك اللي هن حيقطعوا هالاحساس بالجوع من وقت لوقت. يعني تقريبا بمعدل بين الساعتين ونص لثلاث ساعات الانسان يتناول وجبه صغيره. السناك عاده الصبح بيكون مثل حبه فاكهه اليوم، يا تفاحه يا موزه يا برتقاله، او فيك تاخذي فروت سالاد اللي هلا بعدين حيعلمنا الشيف كيف نعملها. هذا السناك طبعا، هذا السناك غير عن الافطار. غير عن الافطار. انزين، بالنسبه لي بعض الناس دائما اللي احنا نعرف يعني معلومه ان انا قبل لا انام مثلا لازم اكون متعشيه وقت بكير. نعم. يعني مثلا ما اتعشى بعدين بعد ساعه اروح انام عشان اتهضم الاكل. انسب وقت حق العشاء متى؟ طبعا للناس اللي بيرجعوا بكير على بيوتهم الساعه 8 بيكون انسب وقت لتناول العشاء. وللناس اللي بيجوا متاخرين من دواماتهم لا يتعشوا، ما يتعشوا يناموا خفيف. اي لان احسن صراحه. هلا تقريبا مقدار 20 ل 30 جرام من الكريم دايت انحطت على الباستا. بس الحين كذي تقريبا شويه وتجهز صح؟ اي. احنا فينا نحضر السلطه الحين صح؟ ايه السلطه تقريبا جاهزه. أي. بس انا بعطيكم طريقه كيف بس بدي اعطيكي فكره انه هلا نحن بكل هلا اللي شفتيها الوجبه ما بتتعدى 360 كالوري. اذا عملتيها انت بالطريقه العاديه حتكون من 550 ل 600 كالوري، يعني تقريبا النص اعطيناك. بس لان اتوقع لان ما حطينا اي اضافات هني، ما في شيء. لا ما حطينا شيء غير زيت الزيتون والكريمه اللي هي كمان بسيطه. بس خلاص سهله الحياه يعني كذي. ايه وسريعه، اذا يعني في ناس بتجي من هي شغلها صحيه وسريعه. صحيه وسريعه. هو الاكل الصحي دائما سريع، بس احنا الناس عندنا الله يهداهم بس يبون وايد اشياء دسمه ويحبون لانه تعودوا على هال يعني هو نمط حياه الواحد اذا يقدر يغير. ايه هو لايف ستايل انه تاخري مثلا او ما تاكلي بقى تمتنعي عن الفاست فود، البرجرز، البيتزا، وتتجهي اكثر للاكل اللي فيه خضار مثل اليخاني عندنا مثلا، الباميه، اللوبيا، الفاصوليا، هو اللي بيشبعوا وبيكون فيهم قيمه غذائيه عاليه وما فيهم كثير سعرات حراريه. انزين انا لاحظت بالباستا هني ما في تشيكن، ما في لحم، ما في اي شيء. ممكن نضيف يعني خليتوها كذي. لا هلا نحن فيك تحطي انت صدر دجاجه بتكون كمان مشويه بسبراي زيت زيتون، تقريبا بتكون كميه قد كف الايد، هون 90 جرام يعني. اي مشويه بس كذي تكون صحيه اكثر بعد. اي بتكون دخلتي لها نوع من البروتينات. نوع من البروتينات على الوجبه. يعني هلا هيدي الوجبه تاعتنا فيها كربوهيدرات وفيها خضار. كذي تقريبا جاهزه الباستا وما يبي لها شيء. اكيد هلا الشيف بده يضيف من عنده شويه ديكوريشن. هلا شنو؟ نضيف له شويه بارميزان تشيز حسب، في ناس بيحبوا البارميزان معه. هي لازم اذوق انا. ايه تكرم عيني. هلا الشيف تقريبا بيقدر يحط مش اكثر من 10 جرامات بارميزان تشيز. شكلها لذيذه الصراحه. وشنو هذا بقدونس؟ هذا بقدونس فرنسي. بس للشكل. شكلها وايد حلو. بعدين والكميه بعتقد انها بتشبع. الحين انا لازم اجرب. بدني الصحن هني. انزين خلينا نروح حق السلطه. اوكي. ونشوف شنو راح نحط فيها. هلا السيزر سالاد هي البيس تاعيتها الايسبرغ لاتس. بستعملي فيها الخس، والدريسنج تاعها حيكون كمان دايت. زين هني بعد ما فيها اي لحوم صح؟ لا ربيان ولا لا هو عادة إذا بدك فيك تاخذي كمان مثل ما قلنا إنه صدر دجاج، بس فيك تعمل فيك تاخذي شريمس تقريبا شي 6 حبات ميديوم سايز. هلا قطعنا الخس بهالطريقة. إنزين الحين دكتور يفضل دائما أكل السلطة قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ لا هو يفضل انه واحد يبدا وجبه الغداء بالسلطه على اساس انه يعني نوعا ما تشبعي تقريبا، عشان لما تيجي لتاكلي الوجبه الرئيسيه تكون اوريدي في سلطه اخذت مكانها بالمعده وعبت المعده. وهذا هو السبب الاساسي. يعني انا اللي اعرفه بعد يمكن احنا
تدرين وايد يطرشون لنا شغلات ونقراها يمكن بشكل يومي ان السلطه او الخضار والفواكه مو زينه مع الاكل. لا ابدا اطلاقا، حتى باسكتلندا انا تفاجات مره لما سافرت لهونيك بمؤتمر للاغذيه، اول ما بداوا يعطونا وجبه الغداء بدانا بنوع من سلطه الفواكه، فلحشريتي يعني سالتهم قلت لهم انه عاده الفواكه بيكون بعد الغداء، تري هن لا معودين بالكالتشر تاعتهم انه ياخذوا الفواكه قبل تناول الوجبه، لانه بتحتوي على انزيمات بتساعد على هضم الاكل. وبالفعل انا اكلت بالسلطه الفواكه وتغديت، بعدين حسيت حالي انه انا يعني مرتاحه وعمليه الهضم عندي صار بسهوله وما حسيت حالي اني انا منفوخه. قبل الاكل ايش كثر يعني ممكن ناكل السلطه؟ يعني تقريبا فيك تاخذي قبل بربع ساعه ثلث ساعه، بس مو اثناء الاكل. لا مش انت عم تاكلي وجبه الغداء تاخذي السلطه معها. ليه؟ لحتى هي مثل عم تعمل تريك على المعده، انه عم تعبيها سلطه، عم تعبيها خس او عم تعبيها نوع من الهيدا فيها سعرات حراريه بتعطي فوليوم، هيك عبيت المعده وبعدين بتاخذي الوجبه. فيها مليون فوليوم. احنا عم نحكي كيف بدنا نتحكم بمعدتنا، مش معدتنا تتحكم فينا. زين الحين بس لوين وصلنا هني حق السلطه؟ انا اوريدي قصيت الخس على شكل كيوبس، فاكيد تغسل تصفى من المي منيح. فسيزر سالاد بتتكون من خس، ايسبرغ، والكروتونز بحط لهم زيت زيتون وشوي ايطاليان هيربس، بحطهم بالفرن توست بريد بيجي. يعني نحن عم نحكي هلا سوري على الهوم ميد كروتون، مش اللي نحن بنشتريهم من السوبر ماركت بالاكياس وبنفتحهم نحطهم، لانه بيحتوي على كميه من الدهون. هذول احنا شلون نسويهم بالبيت؟ بالبيت هلا مشان ست البيت شو ما بقي عندها خبز ما تربيه بالزباله، ممكن تخليه مثلا حتى لو يابس من يومين ثلاثه، بتقطعه مكعبات، بترشه زيت زيتون وبتحط لهم شويه هيربس مثل اوريجانو، مثل الاعشاب اللي بتطيب الكروتون، وبتحطهم بالفرن بتحمصهم، وبتكون هيك انه اول شيء استعملت الخبز اللي عندها، وثاني شيء عملتهم بطريقه صحيه طعمه احلى يصير. وعملت كنترول على كميه الدهون اللي فيه. وسهل يعني اذا الوحده تبي تحط مثلا تسوي كميه ممكن نجهزهم تخليه جاهز. ممكن تجهزهم وتحطهم بكيس، تحطهم تحفظهم اذا بدها بالثلاجه. عجبتني الفكره انا. اوكي وبعد شنو هني حطيت؟ انا حطيت هلا ضفت الكروتونز والساندريد توميتوز. ساندريد توميتوز فريش توميتو بعملها بس مشرحهم وبحطها بالفرن مع شويه اوريجانو او بيزل ليفز، اللي بيحب الحبق الريحان، ورق الريحان. اي من التوميتو البيبي ولا التوميتو العاديه؟ بنشرحها نحن شرايح، بنشيل البذر بقلبها بس بنستعمل مثل القشره بيقولوا. اي فبحطها بالفرن مع شويه زيت زيتون وبخليها لتتجفف. لما تجفف؟ لما تتجفف بالفرن طبعا. بالفرن هيدي انه بنعملها نحن يعني مثل هوم ميد، مثل ما قالت الدكتوره. لانه اللي موجوده بالسوبر ماركت المعلبه حتحتوي على كميه كبيره من الملح، حتكون مالحه، فهيك انت بتتحكمي كمان بكميه الملح اللي عم تحطيه على. زين شلون اذا انا بحضر مثلا مثل التوميتو هذول اللي بالفرن وبسوي كميه يعني ما بيخترب وبخشه، ممكن يعني؟ اكيد. شلون وين احطه يعني باي مكان احفظه؟ فيك تحطيه باي مكان، لانه هي اذا صارت دراي توميتو يعني مثل شيء نوع مجفف بنحفظ باي مكان حتى برات البراد. زين يعني ممكن اسويهم واحطهم. بس عاده يعني. في منهم بيحطوها مثلا ستات البيوت بيحطوها بمراتبيز صغيره بيحفظوها بزيت الزيتون. اوكي مبلا صح. اذا من سنه لسنه بدك تعمليها. بس ما سالت، ما يالي فضول اني اسال. بس يعني كذي تقريبا خلصنا صح؟ خلصنا. بعد في عندنا الفروت سالاد. الفروت سالاد نحن نقينا انواع بتحتوي على ريتش ان فيتامين سي، فيها كثير فيتامين سي هلا بموسم الشتاء ومع الفلو اللي صاير بالبلد. اذا فيك تناوليها كل يوم او تعطيها حتى كمان لاولادك بينبسطوا فيها اول شيء، وفيها فيتامين سي وقايه من الفلو. ومكوناتها هذه ولا اي فاكهه احنا نحبها يعني ممكن؟ لا نحن هلا جايبين انواع الفاكهه اللي اكثر شيء فيها فيتامين سي. مثل عندك الستروبري وعندك الرازبري وفي عندك الكيوي، بيتش، حتى جايبين بيتش، جايبين جريب فروت ومندرين. افندي احنا نسميه افندي. وبس كذي؟ لا هلا بدنا نحطها نحن بوعاء، نخلطها بوعاء، ممكن نعملها سالاد ميكس، ممكن نضيف لها فانيلا صوص اللي حسب الرغبه، او ممكن نحط لها لبن يوغورت اللي هو فينا نحط لها فريش اورنج جوس كمان. فينا نحط لها فريش اورنج جوس.
اذا انا مرات احط اجيب البرتقاله وتعصريها، واذا بدك تعطيها شويه تحليها شوي فيك تستعملي يا براون شوجر او ملعقه عسل صغيره. كذي خلصنا صح؟ وبالهنا والشفا. يعني لو انا باكل اول شيء ابلش بشنو المفروض؟ اول شيء مثل ما قلنا خلينا نبلش بالسلطه. هذه كلها وجبه واحده صح؟ لا هيدي كلها وجبه، هذه فيك تاخذيها على الغداء. اي سلطه الفواكه؟ بسلطه السيزر. اوكي. وهلا اذا بتشوفي حطينا نحن الدريسنج على جنب، حتى كمان تاخذي قدر ملعقتين صغار منها، مش يعني تحكمي بالكميه اللي انت مش تجي مثل المطاعم مخلوطه خالصه ما بتعرفي كميه الدريسنج اللي موجود فيها. اوكي ابلش بالسلطه وبعدين بتاخذي الباستا وبعدين اخر شيء بتحلي بالفروت سالاد. زين هذه الوجبه كلها كامله ومكتمله، يعني كم كالوريز فيها؟ يعني اذا انا خلينا نبلش طبق عم نحكي على اذا اخذنا الباستا بريمافيرا فيها 369 كالوري. السيزر سالاد مثل ما هلا سوينا نحن بالطريقه الصحيه، استعملنا مايونيز دايت ومعها 10 جرامات من البارميزان، تقريبا وصلنا ل 155 كالوري. والفروت سالاد طلعت معنا 120 كالوري. يعني زين، ما كنت ماكله شيء، ما كانك اكلت يعني شيء خفيف كثير وبعدين بيشبع وصحي. ثانك يو دكتوره لينا، وثانك يو شيف طارق. يمكن حضرت لنا وجبه حلوه وخفيفه ومثل ما نقول لذيذ ورشيق، يعني شيء خفيف على المعده واكيد شيء حلو مميز. يعني شلون احضر طبق مثل هذا وايد سهل، وانا يعني اللي حسيت هني ما اخذ وقت كلش، يعني بسرعه هي حتى ستات البيوت او الستات اللي بيشتغلوا كمان العاملات، يعني كل شيء الاكل ممكن ينعمل بطريقه صحيه وسريعه ما ياخذ معهم وقت. ثانك يو دكتوره لينا، وان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاثنين راح يكون اكيد عندنا طبق ثاني حنخصصكم بنوع من الشوربه مع هالبرد اللي صاير بالبلد. ان شاء الله حنعمل نوع شوربه كثير طيب وصحي وقليل السعرات الحراريه ان شاء الله يا رب. اكيد استمتعنا معاكم اليوم بصباح الوطن، ان شاء الله موعدنا معاكم يوم الاثنين الجاي، ومثل ما وعدتكم وقلنا لكم ان شاء الله في صباح الوطن يوميا راح يكون عندنا يمكن معلومه غذائيه او نصيحه تستفيدوا منها من لينا ودينا. ان شاء الله هذه كانت فقرتنا اليوم، بعد الفاصل نكمل معاكم باقي الفقرات في صباح الوطن. لذيذ ورشيق برعايه ليناز اند ليناز.